واللي ربما ولينا تنشوفوا المنتخب المغربي بكل صراحه، تنشوفوا حتى الاهتمام بالنسبه لشنا هنايا كيفاش دخول المنتخب المغربي يعني في الحافله، تنشوفوا الاجواء، تنشوفوا يعني حتى المنتخب شاب 17 سنه ولكن بمعايير المنتخبات الكبيره، حافله يعني بكل صراحه جميله جدا، اجواء تنظيميه رائعه، شفنا مستودع الملابس كذلك اللي كل شيء مرتب بشكل جيد، وبالتالي الانطباع وكانك تتابع منافسات كاس الافريقيه الكبار او يعني كاس العالم كاس العالم، لانه بكل صراحه في التنظيم. وايضا تكلمتي على نقطه مهمه اللي هي الاجواء، حتى اللاعب عنده 17 سنه وتيكون بهذه الاجواء هذه في هذه الحافله هذه يعني كيفاش يعني الناس اللي المثير كذلك سعد واحد كذلك هذا وجه حتى السؤال مجيد الخال بالنسبه لهذه المنتخبات وفئات السنيه وخاصه المنتخب الوطني المغربي، الحديث على هويه او طريقه اللعب، حديث كذلك على معايير التنظيميه واللوجستيكيه وكذلك كل ما يحيط بالمنتخب الوطني المغربي، كل شيء متشابه. فهذا هو من الظروف الملائمه اللي خلات انه كره القدم الوطنيه عرفات نتائج ايجابيه منذ مده. حنا كنتكلموا على المجيء ديال فوزي القجع على رئاسه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، الخطه او يعني الاشياء اللي اشتغل عليها خصوصا اول شيء هو البنيه التحتيه، ودائما نتكلموا على مركز محمد السادس بالمعموره اللي كيوفر جميع الظروف الملائمه باش ان اي منتخب كيفما كانت يعني فئته او كيفما كان صنفه فكيشتغل على انه يحقق نتائج ايجابيه من معدات يعني ملاعب جميله، كذلك كنتكلموا على موت تطبيبي، فالاشياء كذلك الاسترجاع للطراوه البدنيه، فالاشياء كلها يعني متوفره للمنتخبات الوطنيه باش انهم يحققوا نتائج ايجابيه. نعم، حنا كنتابعوا الصور عبد الواحد الشمامي، اكيد 4 ديال العناصر المنتخب الوطني المغربي جاوا من اكاديميه محمد السادس، وليد بن صالح، ادم بوغزير، محمد حروش، وبالتالي اكاديميه محمد السادس لكره القدم منذ مده وهي تسير بمنهجيه واضحه واستراتيجيه تخلينا نشوفوا اسماء المنتخب على مستوى منتخب الفتيان وكذلك الشباب وحتى على مستوى الكبار.